السلام عليكم. من خلال الأسماء المتواجدة في لائحة المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في المونديال، وليد الركراكي أسكت كل المنتقدين الذين يقولون أن الجامعة تتدخل في قرارات المدرب، وأن هناك من يلعب في المنتخب المغربي بالوسط. كل العناصر الخاصة في اللائحة تستحق التواجد فعلا، وكانت بناء على اختيارات وليد الركراكي، ويحسب له استبعاد كل من منير حداد وريان وسامي ماي وأيوب الكعبي بسبب تراجع مستواهم. بالنسبة للاعبين، هناك حارس المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التغنوتي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أنحي، المجيد الصابري، يحيى جبران، بلال أخنوس. وبالنسبة للدفاع، غانم سيس، نايف أكراد، أشرف داري، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، بدر بنون، يحيى عيط الله، جواد اليميق، سفيان بوفال، سفيان الناصري، وليد شيدرا، إلياس الشاعر، زكريا أبو خلل، عبد الرزاق حمد الله، أيمن حارث، وعبد الصمد الزلزولي، وحكيم زياش. هادو هما الفريق المكتمل ديال الفريق الوطني المغربي. وحظ سعيد المنتخب المغربي بالتوفيق إن شاء الله، ونفرحوا معهم ويكون اللعب زوين، لما لا الفوز إن شاء الله.